قلب كده على الفيسبوك لقيت 3 مشكلات ورا بعض يبانوا مختلفين. مشكلتين من ست ومشكلة من راجل، فطبيعي هتحس ان المشكلات دي مش شبه بعض، بس في الحقيقة ان ال3 مشكلات واحد والسبب وراهم واحد. المشكلة الأولى، واحدة ست كانت بتقول أنا كل ما يحصل خلاف ما بيني وما بين جوزي ألاقيه فجأة سابني ودخل أوضته ويقعد باليومين لا بيكلمني ولا بيتعامل معايا، وينزل الشغل يرجع من الشغل يحبس نفسه ولا كأني موجودة في الحياة. فأنا بقعد أقلب في دماغي كده ودماغي تودي وتجيب، طب أنا زعلته في حاجة؟ طب أنا عملت حاجة غلط؟ طب أنا عملت إيه لكل ده؟ ما بلاقيش أي أسباب. والمشكلة التانية، واحد بيقول إن كل ما يقفش مع خطيبته شوية ويتكلموا على الواتساب عشان يتناقشوا في الحاجة اللي مضايقاهم يبقى ردودها تمام، براحتك، أوكي، بقولك إيه، تصبح على خير، وتسيبه كده يخبط دماغه في الحيط من غير ما يقفله المشكلة، وهو برضو مش فاهم هو عمل ايه ولا قال ايه غلط زعلها خلاها انسحبت فجأة وردت بالطريقة دي. فيبدأ يقلب في الرسائل تاني بسرعة، هو انا كنت قلت ايه قبل ما تقولي تمام، هو انا قلت ايه قبل ما تقولي تصبح على خير، وبيلاقي ان الكلام كله ما كانش فيه اي حاجة تضايق ولا تهين ولا في مشكلة اصلا. والمشكلة التالتة، واحدة بتقول ان هي شدت هي وخطيبها مع بعض واتخانقوا سوا للأمانة يعني، بس فجأة اختفى، بقاله اسبوع ما بيردش على تليفوناتها، ما بيردش على المسجز بتاعتها، وعادي هو بينزل بوستز على الفيسبوك وبينزل ستوريز وعايش حياته، يعني هو عايش تمام ما فيهوش حاجة، بس بقاله اسبوع مختفي، لا بيكلمها ولا زارها ولا تعرف عنه حاجة. والحقيقة ان ال3 اشخاص دول شريك حياتهم بيمارس عليهم حاجة اسمها انسحاب عقابي. عشان كده في الاول خالص قلت لكم ان ال3 مشكلات السبب وراها هو نفس الحاجة او نفس التصرف. الانسحاب العقابي يعني حد بيختار ان هو يمشي ويسكت وينسحب ويبعد خالص عنك كده، مش عشان يهدى لكن علشان يعاقبك، يحسسك بالذنب وانك قلت حاجة قوية جدا ما تتعداش لدرجة ان لسانه عجز عن الرد، عشان كده سابك لحد ما تفهم غلطك لوحدك وترجع كده تعتذر، برغم ان انت في الحقيقة ممكن تكون ما عملتش حاجة لكل ده. هو كل الفكرة ان هو بيعاقبك بتفكيرك، بيعاقبك انه يسيبك مسحول، دماغك متسوحة مش فاهم ايه حصل ومين ودى على فين، يحسسك ان انت عملت حاجة كبيرة اوي عشان خاطر يخليك انت اللي تقعد تعتذر وتتذلل وتحاول تحل الموقف، او لو هو قرر انه يجي يتكلم معاك تبوس ايدك وش وظهر وتحمد ربنا انه رجع، فتعدي المشكلة اللي حصلت وتحرم ان انت تعمل مشكلة تاني. المشكلة الكبيرة ان ده بيكسر اي امان في العلاقة، بيخلي العلاقة مفيش فيها اي نوع من انواع الراحة والثقة والامان، بيخلي الموضوع دايما فيه توتر وقلق، وبدل ما العلاقة تبقى حوار وكلام رايح وجاي وعتاب صحي ولوم صحي للعلاقة، لا، بيخلي الموضوع كله عبارة عن لعبة شد وجذب كلها وجع وتوتر وعصبية، فيها طرف هو اللي متحكم ان هو ينسحب ويقفل الحوار وقت ما هو عايز، وطرف دايما بيفكر انا عملت ايه لكل ده، طب هو فعلا عنده حق ان انا غلطان، بس انا شايف ان انا مش غلطان، فبيخليك دايما متوتر كده ومش فاهم الدنيا رايحة بيك على فين. في النهاية العلاقة محتاجة مواجهة وحوار، مش عقاب بالغياب.